السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهارده جايه لكم بيوم جديد وفيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. هنعمل بقى حاجة كده لسندوتشات المدارس سهلة وسريعة كده وطرية برضو أحسن من الفينو كمان. معايا كده نص كوباية مية دافية، أنا مفطراها كده شوية، وهحط عليها إيه كيس الخميرة، كيس واحد خميرة فورية، خميرة برضو من اللي هي التانية عادي برضو تنفع. كده فضيت كيس الخميرة، هحط عليه معلقتين سكر وهقلبها كده واسيبها لما الخميرة تتفاعل معايا، مش هحطها دلوقتي. انا عملت معاكم الفينو قبل كده، بس انا متعوده ان انا بعمل القرص الطريه او الكماك باللبن، متعوده اعملها قبل المدارس على طول، بتبقى حلوه، جربوها ان شاء الله. معايا هنا فانيليا ومعايا كيس واحد بيكنج باودر. الفانيليا دي انا جايبه منها 3 عشان مفعولها مش قوي زي اللي هي بتبقى في ازازه كده. هنا بقى معايا الحله بتاعتي اللي انا هعجن فيها، ومعايا ايه المنخل السلك الصغير ده، هبدا بقى انخل الدقيق. انا معايا هنا 2 كيلو دقيق ونص، 2 ونص، هي الكمية جت معايا كده. لو انتوا هتعملوا مثلا اكتر من 2 ونص، مثلا 3 كيلو ولا حاجة، هتزودوا كمان 1 كيس بيكنج باودر، والفانيليا زي ما هي مش هتزودوا، وبرضو الخميرة زي ما هي مش هتزودوا عادي. هبدأ احط كده شوية بشوية وانخله كله. هخلص بقى الكمية كلها وارجع لكم تاني. هنا خلاص خلصت بقى الدقيق بتاعي، نخلته. هاخد بقى الظرف بتاع الفانيليا كده، انا جايبة 3 هفضيهم. هنا كيس البيكنج باودر برضو كيس واحد. البديل بتاعه اللي هو محسن الخبز او محسن الكيك، انا بحطه بنفس مفعول البيكنج باودر بالظبط. هنا بحط معلقتين صغيرين سكر، معلقتين من المعلقه الصغيره سكر، وهحط زيهم برضو ملح. هنا بقى ده الملح. هقلب المكونات الجافه دي كلها مع بعض قبل ما احط اي حاجه. معايا بقى مج كبير او بوله اللي انتوا شايفينها كده محطوط فيها زيت. هنزل بالزيت عشان الزيت هو اللي بيطر الكماج او القرص الطريه. مش هستعمل سمنه خالص، لو عايزين تحطوا، بس انا ما انا بعمله من غير سمنه. هنا زي ما انتوا شايفين الخميره ما شاء الله اتفعلت معايا، بس انا مش هحطها دلوقتي خالص. ومعايا رتل بنص من الحليب او اللبن، طبعا غلياه وسايباه يبرد، حسب ما الدقيق او ياخد معاكم، يعني ممكن ياخد معايا كميه اكتر من كده، بس المهم هو اللي هو يتعجن كله بلبن بس او بحليب بس، ما يتحطش على ميه. حسب بقى ما تحتاجه. هنزل برضو بشويه شويه كده واقلب واشوف بقى، انا مش هحط كله مره واحده. لو في سمسم بقى موجود ممكن تحطوا سمسم بقى في الوقت ده، بتقلبوه مع الدقيق. ده بقول لكم اللبن كنت غليه وسايباه فكان عامل وش، فكل ما يكون في وش اصلا احسن للكماج الطرى او القرص الطريه. ولو عندكم قشطه ممكن تحطوا معلقتين. بحط اللبن شويه بشويه واقلب واشوف اما الدقيق لسه محتاج ولا لا، مش بنزل باللبن مره واحده. هنا جبت كمان نص بوله من الزيت، يعني انا حطيت مج كبير
ونص مج كده من الزيت. هنا بقى شوفوا الخميره ما شاء الله، عشان سبتها شويه فارت، فارت خالص من الكوبايه. يعني انا كنت حاطه الطبق تحتها، كنت عارفه ان هي هتعمل كده. هنزل بقى بالخميره كلها. معلقتين السكر الصغيرين اللي انا بحطهم هما اللي بيبينوا لك ان المفروض الخميره اشتغل او لا. بقول لكم ما عادش الا ايه، يجي حبه صغيرين كده من اللبن بس، ان شاء الله شكل الدقيق ده هياخدهم كمان. يعني هو اخدهم معايا فعلا، يعني ما تفضلش معايا مريتلي ونص مريتلي ونص الحليب ده ما فضلش معايا حاجه، لان الدقيق ده كان بيشرب معايا اي حاجه بحطها. انا بقول لكم حسب ما الدقيق اللي معاكم فيه بيشرب وفيه لا. بقول لكم العجينه مش لازقه، وايديا وكنت بوريكم ايديا ان هي مش ما غسلتهاش. انما اول ما تتاكدوا ان العجين ما لزقش في ايدوك، يبقى كده العجينه خلاص ما شاء الله، مش محتاجه عجين تاني. كده خلصت معايا. انا هبل ايدي بس كده زيت، وهمشيها على العجينه بس عشان ما تنشفش، واحط عليها اي كيس بلاستيك كده نضيف، واغطيها بقماشه واسيبها لما تتخمر. هنا كنت بقول لكم ان ما فيش معايا نقطه لبن فاضت او حليب. هنا جبت بقى قماشه معايا نضيفه كده، اللي انا بستعملها يعني للمخبوزات على طول. وهشتغل بقى الحله بتاعتي ده، ادخل بقى كده واسيبها في جنب لما تخمر خالص. هنا بعد ما فات عليها 3/4 ساعه بالظبط، كانت اختمرت خالص. هبدا بقى اقطعها على صينيه برضو نضيفه كده، احط عليها قماشه نضيفه. دي الصينيه اللي هي الصاج بتاع الفرن بتاعي، بس انا بستعمله على طول كده معايا في العجين. احط عليه كده قماشه نضيفه، وهبدا اقطع بقى العجين بتاعي، وهسيبه بعد ما يتقطع برضو يرتاح شويه. طبعا انتوا اللي بتتحكموا في حجم القطع يا جماعه، في حجم العجين. انتوا عايزينها كبيره عايزينها صغيره، زي ما انتوا عايزين تعملوها. هتحاولوا تسيبوا برضو بين العجينه والتانية مسافه، عشان هي اما بترتاح بتنفش شويه، عشان ما تلزقش في بعضها. يلا لو وصلتوا معايا لحد هنا، ما تنسوش تصلوا على النبي وتحطوا اللايك يا جماعه، والكومنت الحلو بتاعكم. ولسه ما اشتركش في يوميات هناء ينزل يشترك. هنا خلصت الصينيه كده، اتملت معايا لحد هنا، ولسه معايا كميه من العجين. هجيب طرف القماشه كده، احطه اغطي العجين واحطه فوق فوق العجين. يعني هكمل عليه كده ارصه من فوق. بس اهم حاجه تغطوا العجين كويس عشان ما ينشفش. هبدا احط هنا فوق لحد ما انا اخلص الكميه كلها. هنا خلصت الكميه بتاعتي كده كلها. بقول لكم ان اللي انا حاطاه تحت ده، هو اللي لما العجين يرتاح هبدا اخد من تحت، مش هاخد من فوق، هاخد من اول حاجه انا عاملاها. غطيت بقى الدور اللي فوق كده، ما كانش فيه قماشه بقى مقضيه، حطيت عليه كيس كده نضيف بلاستيك. هنا بقول لكم لو موجود عندكم المصفى الالومنيا القديمه ده، انا بحب اعمل عليها ماشي. طبعا الاستانلس ده عادة موجوده في كل بيت، دي او دي تعملوا عليها. الاتنين مش موجودين عادي، بيتعمل بيتفرد كده النشابة بتاعة العجين، او على الطبلية او على المكنة بتاعة العيش البلدي. بس انا بحب اعمله على دي. فانا هجرب معاكم على دي، وهجرب لكم واحدة على الاستانلس. بس انا مرتحتش بصراحة في الاستانلس ده، عشان مش متعودة عليه.
باقول لكم الجنب اللي بيبقى تحت، اللي هو تحت كده الوش اللي تحت، انتوا بتحطوه تحت برضو، بتقلبوه وانتوا بتحطوه على القماشة، مش بتحطوه لفوق. معاك هنا صينية وكده عليها قماشة كده نضيفة برضو بتحط عليها. هنا بقول لكم انا هجرب لكم الستانلس دي، هي حلوة وكل حاجة، بس الفتحات اللي فيها، في ممكن لو عندكم الفتحات ضيقة مش زي دي واسعة، فالعجين بيدخل فيها جامد فبيبقى بارز اوي كده بين، فما حبيتهاش بصراحة. ممكن تكون اللي عندكم مش فتحاتها مش كبيرة زي دي، مع انها مريحة ظهري وانا قاعدة، لانها عالية مش بتخليني اوطي وانا بفرد العجين. شايفين لو انتم ملاحظين العجين الحتت اللي فيه بارز اكتر من التانية، شايف الفتحات دي مش زي دي. فانا هسيبها اركنها عشان مش متعودة عليها، هتعطلني شوية، ايدي مش واخدة عليها زي التانية. وهستعمل اللي انا كنت بستعمل عليها، اللي هي النوع القديم اللي هي الألمونيوم. هنا خلاص خلصت كمية العجين معايا برضو، خلصتها كده، حطيت، فضلت اعمل طبقات كده فوق الصينية، مش بحط اكياس بلاستيك في الطبقات اللي تحت عشان من العجين ما يسيحش معايا، عشان دي مش قرص ناشفة او مبسوسة، دي حاجة عايزينها طرية. هي الدور اللي فوق بس اللي انا حطيت فوقه كيس عشان القماشة مش مقضية. نزلت بقى هنا تحت على السلم، الفرن بتاعي على السلم، هنا كنت مولعة بقى لسه هولع الفرن، كنت بنضفه الاول، وجبت الحلة بتاعتي اللي انا هطلع فيها. طبعا انا سيبته بعد ما خبزته، سيبته كمان 10 دقايق، يعني 10 دقايق بعد التقطيع، و10 بعد ما اتفرد. هنا هسخن الفرن كويس الاول، والصينيه بتاعتي هبدا اسخنها كويس قبل ما احط فيها العيش. والكماج او القرص الطريه عايز نار عاليه، والفرن يكون حامي الاول، وبعد ما الفرن يحمش تهدي شويه من تحت، وتسيب النار عاليه من فوق زي ما هي عشان ما ينشفش. هبدا بقى احط في الصينيه. العجينة كانت مقلوبة على وشها لتحت، انا بقى بقلبها ايه، بخلي اللي تحت دي هي اللي فوق، وبعكسها وانا بحطها في الصينية. اهو انتوا شايفين النار عالية من فوق زي ما هي. الفرن اول ما بيسخن انا بهدي من تحت، وبسيب النار عالية من فوق، بوارب عليه الفرن، ما بقفلوش قوي كده، شوية لحد ما يبدأ يقب كده ويرتفع معايا، وبعدين بفتح الفرن. هنا كنت طلعت كمية ما شاء الله، والصينية اللي كانت معايا في الاول حسيت ان هي الحافية بتاعتها عالية قوي، فانا مش بعرف اتحكم فيها ولا اطلع، فجبت صينية ايه الحافية بتاعتها واطية شوية. انا خلصت الكمية كلها ما شاء الله، زي ما انتوا شايفينه طري ما شاء الله زي ما انا بعمله، ومنتفخ وسهل اوي وحلو اوي في السندوتشات للعيال، ممكن تقسموها اتنين زي ما انتوا عايزين، هتلفوها في الجبنة واللانشون والمربى زي ما انتوا عايزين تحطوا فيه. جربوها ان شاء الله هتعجبكم في المدارس. والكمية يعني 2 كيلو ونص، عملوا له كمية حلوة اوي. انا بقى بعد ما برد جبت اكياس بقى بلاستيك نضيفة كده بيضة، عينت فيها كيستها بعد ما برد الاول، وحطيتها في الفريزر، بيطلع الكيس بيبقى كأنه طازج على طول. هنا بجرب لكم فيه اللانشون والجبنة. عايزين تحطوا مربى بقى، عايزين تحطوا جبنة رومي، اللي انتوا عايزين تحطوه فيه. عايزين تتنوها ما تسيبوهاش مفروضة كده برضو عادي، هي طريقة معاكم. يا رب الفيديو بقى بتاعنا يكون عجبكم النهارده، ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت الحلو. انا هجرب لكم واحدة بالجبنة كمان. ايه رأيكم في طراوته وريحته بس كده؟ وعشان هو معجون بلبن بس من غير مية الحليب، فهو ريحته كانت ما شاء الله. والزيت هو سر طراوته، يعني انتوا بتحطوا سمنة بقى مش هيبقى طري قوي زي الزيت.
يلا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة بقى المدارس، واحنا متعودين بصراحة كل دخول مدارس بنعملها كده قبلها بيوم. العيش معايا مفتح كله ما شاء الله وطري. يعني انا بتنيها لكم كده بجربها لكم طرية معايا ما شاء الله. ايه رأيكم بقى ما خدش مني وقت خالص، يعني هو اخد وقت في التخمير بس مش بياخد اي وقت، والعجينة معجونة كويس بتطلع ما شاء الله. يلا يا جماعة اشوفكم على الف خير، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ما تنسوش اللايك والاشتراك.